بصوا يا جماعه اللي بيحصل دلوقتي، المؤتمر الصحفي واللي قبليه واللي بعديه وكل التفاصيل دي كلها، ده وقت تغليب صوت العقل والحكمه. في شحن كبير دلوقتي موجود، السوشيال ميديا هنا في مصر وفي المغرب، وفي حاله غضب كبيره، وكل واحد عنده وجهه نظر، وكل واحد عنده رؤيه، وكل واحد الوقت ده لابد وأن تكون لغة الإعلام لغة مسؤولة وحكيمة وهادية. الإعلام المصري إعلام قوي جدا ومؤثر في المنطقة بأكملها، وكل كلمة بتخرج لابد أن تكون بحساب، بل وبحساب شديد. وده وقت ضبط النفس، وده وقت الحكمة، وده وقت المسؤولين، وكل واحد عنده فرصة انه يقعد قدام شاشة، فدي نعمة لابد ان يستغلها للصالح العام. اللهجة واللغة مهمة في التوقيت ده، والأهم كمان ان المسؤولين في البلدين في مصر وفي المغرب، مسؤولين عن الكورة، مسؤولين عن الرياضة، لازم يبقى ليهم تدخل، وتدخل سريع، وتدخل حكيم لتهدئة الأمور. في من هنا ناس زعلانه، وفي من هنا ناس زعلانه، في من هنا ناس غضبانه، وفي من هنا ناس غضبانه. ومجرد الدخول على الخط، مجرد الدخول على الخط يزيدها تفاقما ويزيد المشكله تفاقما. فكل واحد ياخد باله من الكلام اللي بيقوله كويس قوي قوي، انه اتمنى انه الا نقع في اخطاء مماثله عشناها سوا مع بعض باحداث شبيهه لدي، مع اختلافات، مع شويه حاجات ليها علاقه بالتوقيتات نفسها ما بين مصر والجزائر. مش عايزين نخش نفس الجيم بيبتدي بالشكل ده. في وقت من الاوقات لازم تحكم العقل قوي، تحكم العقل قوي، تحكم يعني الهدوء قوي عشان الدنيا تعدي. وفي الاول وفي الاخر انا ما زلت مصرا على هذا، احنا اخوه، اللي بينا كتير جدا جدا، واللي بينا كبير جدا جدا، والكوره المفروض تقرب ما تبعدش. هذه هي الرساله اللي طالعه من هذا البرنامج، من هذه القناه، لكل الناس في مصر وفي الوطن العربي وفي المغرب. اتمنى انه يكون استقبالها استقبال طيب لدى الكل ولدى الجميع، ويبقى العمل على نفس المنوال. ده كلامي في الجزئيه اهو بشكل عام. هنخش في تفاصيل وهنتكلم فيها بكل تأكيد، وهنتكلم في تفاصيل فنية، بس هترك لنجومنا الفرصة، إذا كان حد فيهم حابب يعلق، حابب مش حابب، نخش على الملف. الأهم من وجهة نظري، الأهم من وجهة نظري هو إحنا رايحين على فين، إحنا عايزين إيه، الخسارة اللي فاتت ودتنا فين، ماتش بتاع بكرة إحنا عايزين إيه. كل الكلام ده كله هيبقى بالنسبة لي مهم جدا جدا. المغرب ومصر بلدين كبار جدا يا ابراهيم، وزي ما أنت قلت إحنا عشنا الحاجات دي قبل كده مع الجزائر، وحطيتنا في حته مش كويسه. كان نفسي كابتن حسام يتكلم على الكوره بدل ما نطلع نتكلم على المغرب وعلى التنظيم وعلى الاوتيل وعلى ده. مش هو ده اللي خسرك. كان نفسي نتكلم كوره. انت ما اتكلمتش كوره يا كابتن حسام، انت قلت حاجات بتحصل. اللي انا سافرت، طب ما انت كوت ديفوار سافرت وجات لعبتك، ما حدش فيهم قال حاجه بعد الماتش. اتكلم كوره، انت كسبت كوره، كل الناس اشادت بيك اللي انت كسبت في الملعب. بس احنا في الملعب يا ابراهيم عندنا مشاكل كبيره جدا، كان نفسي نتكلم فيها بدل ما نقعد نتكلم على المغرب. المغرب عملت بطوله كويسه جدا يا ابراهيم، التنظيم كويس، الملاعب كويسه، الاستادات كويسه، كل الكلام ده كويس. كان نفسي نتكلم كوره اكتر ما نتكلم في المشاكل، بس احنا مش هنتجر لكلام قاله كابتن حسام حسن على اي حد. والنهارده يمكن في مستجدات، ما اعرفش انت تابعت ولا لا، كان في مستجدات في المؤتمر الصحفي واسئله اتسالت بشكل معين للكابتن حسام حسن، فحصل انه الصحفيين المصريين اعترضوا على طريقه الاسئله، اعترضوا ايضا كمان على انه الاسئله ديت هم ما كانش عندهم الفرصه ان هم يسالوا نفس الاسئله. ففي مستجدات كتير حصلت في الملف ده، فالملف كبر جدا ووسع، ما بقاش بس تصريحات من الكابتن حسام، انما النهارده في مستجدات تانية. فانا برضو بعرفك عشان تبقى عارف انه في مستجدات اخرى ادت الى كبر حجم الملف نفسه. ايوه، ايه اللي كبره؟ يعني ايه اللي كبر اللي احنا قعدنا نتكلم في حاجات بره الكوره، صح؟ كان نفسي زي ما بقول لك يا ابراهيم ان احنا نتكلم في الكوره، احنا عندنا مشاكل في الكوره كان نفسي نتكلم فيها. انت كابتن حسام، احنا الكوره الوحيده اللي شطناها على الجون في الدقيقه 85.
كابتن فتح الله. بص انا هقول لك حاجه عن تجربه يعني. الشعب المغربي شعب محترم جدا جدا، والجماهير المغربيه جماهير محترمه جدا. الغريب في القصه عشان احنا رحنا ولعبنا في المغرب يعني، منهم ماتشات يا شيكا كنا حتى مع الزمالك اعتقد كنا المغرب الفاسي هناك كسبانين وبنطلع الناس بتحيينا. الناس بتحيينا. فانا بتكلم عن تجربه شفتها. البطوله دي يا ابراهيم بقى فيها كميه تناقض مش طبيعي. كل حاجه وعكسها، الواحد ما بقاش فاهم ايه اللي بيحصل. من 10 ايام فاتوا احنا بنعمل بيان بنشكر الجماهير المغربيه على وقوفها جنبنا وتشجيعها لينا حصل بيان رسمي من اتحاد الكوره، والاعلام بتاعنا كله اتكلم عن الموضوع ده واشدنا بالجماهير المغربيه انهم واقفين في ظهرنا وبيساندونا. ايه التحول ده؟ يعني ايه اللي حصل خلى الرساله تتغير والكلام يتغير ايه اللي حصل؟ اعتقد من ماتش بنين، ممكن يكون ماتش بنين او حد عنده معلومه ما اعرفش، بس ماشي. بس انت بعد ماتش بنين كابتن حسام طلع اشاد مش من ماتش بنين، الجماهير المغربيه اللي حصل ان هناك حاله تحول من بعد التعقيب تحكيميا على مباراه المغرب وتنزانيا. ضربه الجزاء طب يعني حصل حاجه فالناس زعلت من، انا بقول لك الرصد انا هنا بقول رصد للي حصل يعني. فالناس زعلت ان احنا الاعلام او بمعنى اصح خبراء التحكيم المصريين علقوا على الكره ديت بما يحمل معنى او ان المغرب بتتجامل مثلا. بص مواقف فبدا يبقى بقى في هنا رايح جاي هنا رايح جاي، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر. هنا كنا في البرنامج نهدي لغه الحوار ما بين الناس كلها، وطلعنا في البرنامج واتكلمنا كذا مره. انا طول عمري هبقى شايف الموضوع ان الاعلام انت في الحتت ديت مسؤول قوي وخطر يعني. احنا يعني وكمان تحديدا انا بتكلم على اللي يخصنا، احنا برنامج كبير جدا جدا ومسمعه ومتشاف في الوطن العربي، فكل كلمه احنا بنقولها هي محسوبه واتمنى ان هي تروح في مكانها. انا مش عايز في يوم من الايام يبقى الاحداث دي زادت تفاقما بسبب تصريح او كلمه طلعت. لا بص يا ابراهيم، المواضيع مش هتزيد يعني، علاقاتنا اكبر من الحاجات دي ولازم تتحط في اطارها. هي كوره يعني، احنا كل الحاجات دي بتحصل تصريحات والكلام ده كوره، لكن لازم نكون اذكياء ونتعلم. انت قلت جزائر وبتاع، احنا مش هنروح للمنطقه دي خالص، لكن انا عايز اخسر ماتش بس، اخسر بطوله بس، ما زودهاش اخسر حاجات ثانيه. حاجات ثانيه بتقعد سنين. انا خسرت بطوله خلاص. فالطبيعي اللي الشيخه قاله كنت هقوله في الحلقه. عملنا بطوله معقوله. بطوله معقوله. مش هينفع نقول. انا سمعت اليومين اللي فاتوا حد قال لك وصلنا المربع الذهبي انجاز. وناس بتوع كوره يا جماعه انتوا كده بتهزقونا. اسم مصر ما ينفعش تصعد من المربع الذهبي وتقول انجاز. كلمه انجاز ده يا ابراهيم كلمه كبيره طبعا. لو بوتسوانا اللي خدت البطوله انجاز، تنزانيا خدت البطوله انجاز، بس مصر تصعد مربع ذهبي تقولوا انجاز. يا جماعه كل كلمه بتطلع من الناس النجوم وناس تقال بيطلعوا في الاعلام، الموضوع بقى صحيح وسع شويه وكله بقى بيتكلم. محسوب على ايه؟ انجاز ايه؟ فين الانجاز في كده؟ حتى لو انت من جواك حاسه ما تقولهاش، ما تقللولناش كده. كابتن حسام عمل مجهود، عمل حاجات حسنات، حاجات ايجابيه في البطوله، وعمل سلبيات كتير في البطوله منها بعد الهزيمه. لازم نكون اذكى من كده، تصريحاتنا محسوبه. الناس بتبقى عايزه في الاوقات دي تسمع احنا خسرنا ليه. عايزه تسمع، وهتسمع من مين؟ من المدير الفني. هتقتنع بكلام المدير الفني، مش احنا كلنا على البر مش عارفين ايه اللي بيحصل. فالمدير الفني هو المسؤول. انا عملت كذا وكذا وكذا، وعملت ايه كويس وعملت ايه غلط، وخسرنا ليه وعملت ايه، وكان وجهه نظري ايه. خد بالك يا ابراهيم، ما انت ممكن يبقى وجهه نظرك وما توفقش فيها وتخسر. عادي جدا جدا. ممكن تحاول انك تلعب كوره كويسه وتخسر، تليق بيك وتخسر، عادي جدا، بس تحاول. الكلام كان بعد الماتش مالوش. انا يمكن ما سمعتش، بس اتقال ما اعرفش، ما سمعتش جمله عن الماتش. ما سمعتش جمله احنا عملنا ايه ولعبنا ازاي وايه طريقتي وايه فلسفتي ايه واسلوبي ايه. ما سمعتش كلام، ما سمعتش اي حاجه في الكوره، كلها حاجات بره الكوره. وده ما يليقش بينا شويه ما يليقش بينا. كنا نقدر نبقى احسن من كده ايا كان النتيجه. انت ممكن تطلع بالسنغال على فكره، تخسر بالسنغال، بس كان ممكن يبقى شكلنا احسن من كده. كان ممكن يبقى لنا الكوره معانا، يبقى لنا شكل وهويه، وبنحاول طبعا كان ممكن. الموضوع كمان اكبر من كده بكتير،
وانا الحقيقه حابب افتح الموضوع اكبر من كده بكتير، وحابب الحقيقه ان انا استغل فرصه وجودكم كلها وان نقول ان هو الموضوع مش بس كده، موضوع اكبر من كده بكتير يا جماعه. ما هي اكبر من كده احنا فعلا. بنتكلم في ارضيه ملاعب اصلا ما يعلم بها الا ربنا. خلينا بقى مش نقول كورة. نطلع مش بتاعت عشان نعرف احنا عندنا بنيه تحتيه قويه، انما ملاعبنا وارض انا عمري ما سمعت حد كل شويه يقول لك غير البذره الشتوي، غير البذره الصيفي، غير البذره اللي ما اعرفش ايه. فانت عندك كم اعذار غير طبيعي جدا جدا. دي علاقه بالجو يا ابراهيم. لا معلش بس سيبني اقول بس كل اللي في نفسي وبعدين في اوروبا الجو وحش. لا في اوروبا ايه ده، في اوروبا وفي روسيا وفي كل حته في العالم انا ما بسمعهاش. انا شايف ارضيه ملعب بساط في كل حته وفي كل مكان، فانا بالنسبه لي دي اعذار انا مش عايز اسمعها. هتقول لي اصل الملعب ده مضغوط عليه، برضه مش قصتي انا مش قصتي. انا راجل في الاول وفي الاخر بشوف بعيني، انا عايز منتج قوي. المنتج بتاعي القوي انت ملزم حضرتك ان انت تقدم لي منتج قوي. المنتج القوي بتاعي ده اللي هو الدوري المصري، اللي انا وانت وكلنا مؤمنين ان هو طلع نجوم واحنا محليين وكنا جامدين. انا بسالك سؤال وعايز اجابه، هل انت شايف الدوري المصري مفرزه دلوقتي؟ مطلع موهبه يا باشا؟ خلاص خلصت. احنا ماسكين، انا اسف جدا جدا، عايز تعرف احنا في انهي ليفل في الكوره؟ خليك واقعي وصريح. عبد الله السعيد 40 سنه مفيش حد شبهه. عبد الله السعيد راح نادي الزمالك اشتراه عشان مفيش حد شبهه. هل حد هيختلف على ده؟ بدور يا باشا على المواهب، مفيش مواهب. طب تعالى بقى اعمق لك الموضوع اكبر من كده عشان احنا بنتكلم بصراحه. طب هو الاكاديميات اللي في الشوارع ديت محدش بيشرف عليها ولا حد بيراقبها، ولا القطاعات اللي بيجي يقول لك انا داخل استثمار او هبش لي فرقه من الفرق اللي موجوده في الانديه ويقول لك ده استثماري. اللي معاه فلوس 30,000 جنيه يتسجل ويلعب وهو رجلين الاتنين شمال. ده في الزمالك. ها؟ ده في الزمالك. لا انا مش هقول في الزمالك بس. انا بقول لك يعني نادي كبير زي الزمالك اللي احنا طلعنا منه واحنا صغيرين، ده بيحصل في الزمالك. في الزمالك لعيبه بتلعب في الزمالك بس انا برضو مش تلبس شيرت نادي الزمالك. ده انا بس مش بقول ده مش بس بقول في الزمالك. انا شفت ده مش بس في الزمالك، ده الاستثماري ده مش بس هنا. انا بقول لك الناس كده 90% يغطي السواد الاعظم في مصر، يغطي السواد الاعظم في مصر. فانت اللي معاه فلوس هو اللي بيلعب، ابن اللي معاه فلوس بيلعب، واللي معهوش فلوس وموهوب مش عارف يلعب. هطلع انا واحد زي شيكا ازاي؟ ها؟ شيكابالا اللي جه من اسوان عاش تحت اوضه اللبس في زموره عشان يبقى النهارده هو شيكابالا، هطلعه ازاي؟ ما هي الكوره في الاول وفي الاخر فيها منطق وفيها عقل. انت بتحط معطيات عايز توصل لحاجه. فتعال باش اتفرج على الاكاديميات واتفرج على التهريج اللي بيحصل. مين بيراقب ومين بيشوف ومين بيقول ده ينفع يتعمل وده ما ينفعش يتعمل؟ مين؟ مفيش. اقول لك اللي اجمد من كده. باشا تعالى امشي بص كده الفرق اللي انت كنت بتلعبها والفرق اللي انت موجوده قصادك. اللي عنده 23 لعيب محترف، اللي عنده 26 لعيب محترف، اللي عنده 28 لعيب محترف. انت عندك ايه؟ لا كمان اللي عنده 3/4 محترف على راي الكابتن حسام حسن. ها؟ واللي عنده لعيبه معدل اعمارها عامل ازاي؟ بس لعيبه صغيره عشان يعني انت كولوبالي بيتصاب بينزل لعيب اجمد منه. فاللي هو لا والنبي طب سيبوا لنا كولوبالي في الملعب. فيا جماعه انت مستني ايه؟ عشان كده بقول بص كده يا كابتن شيكابالا، انا بس بديكم المقدمه كلها عشان انتوا تتكلموا. بص كده على الباكات رايت والباكات ليفت، قول لي اجمد جامد كان المفروض يجيبوا حسام حسن وما جابوش. ما بدافعش عن حسام، انا بقول لك الاختيارات. محمد حمدي وفتوح، ده رايح يجيب فتوح من اخر الدنيا عشان يجهزه. في اجمد منه في مصر كلها. دور يا باشا بقى كده، خش عليهم مركز. دول الجامدين بتوعنا. العيب فين؟ العيب لان الدوري بتاعنا بيطلع لعيبه محليه كويسه شبه اللي كانوا بيطلعوا في 6 و8 و10. العيب عندنا عشان خاطر انا في الاول وفي الاخر ما بستخدمش من زمان خطط، فانا كده. فلما اوصل للدور ده، الدور المربع الذهبي اللي هو لا يليق بيا في الاول وفي الاخر، وانا مستني ان انا اكسب البطوله، فانا اشوف انه يا سلام ده انا كده عملت من الفسيخ شربات. ودي حاجه ما تزعلش حد، انك تعرف الواقع بتاعك وتعالجه وما تضحكش على نفسك. هو ده الصح. انا دلوقتي مش جاي ارصد لنفسي تاريخ، انا تاريخي معمول. انا عايز اعمل لنفسي مستقبل، وانا ما كنتش عايز اعمل لنفسي مستقبل لازم اتكلم بشكل واضح وصريح مع الناس. انا عندي مشاكل لازم اقعد والمنظومه بتاعتي دي تتصلح. لو تفتكروا كنا بنتكلم في ايه؟ انا عندي مشكله في منظومه الكوره، فلو انا اخدت بطوله الامم الافريقيه دي برضو لازم افتح ملف اصلاح الكره المصريه. انا كده خلصت الكلام اللي عندي، هرجع انتوا بقى تتكلموا براحتكم. بص يا بس عايز كابتن وليد، اعتقد يا ابراهيم ان العلاقه بين مصر والمغرب قويه جدا، مش الظروف اللي حصلت في ماتش ولا في رياضه هتفرق يعني ما بيننا. يعني ترابط على مدار سنين،
ولما الشعب المصري شجع منتخب المغرب في كاس العالم ما كانش اجبار ولا حاجه، يعني ده كان واجب عربي ودعم واجب علينا كلنا. لكن ما اعتقدش ان اكيد في الكوره بيبقى فيه شد وجذب، المسؤولين متفاهمين شويه جدا اللي بيحصل في الكوره في الرياضه عامه، مش هنوصل لحته وحشه ولا هيبقى فيه ان شاء الله خلاف بين البلدين. احنا لعبنا كتير في المغرب وشفنا حاجات كتير جدا، كان الناس بتشجعنا والناس يعني البلدين على مستوى رقي جدا بينهم وبين بعض في التعامل يعني. لكن انا اللي هتكلم عليه المفروض كنا نتكلم كوره او استعدادي للبطوله يلا. كان ازاي، يلا بينا. او ان انا خسرت ازاي او انا ما كملتش ازاي. خلينا نتفق ان الكابتن حسام ما لقاش دعم من الاول، هو لقى الدعم بعد ما كسب. الناس كلها بقت في امل ان احنا هنوصل وهنلعب وهناخد البطوله، لكن خلينا نقف شويه على الارض ان احنا ما كانش الاستعداد الاحسن حاجه ان انا اروح اخد بطوله. يعني كان في انقسام في اتحاد الكوره، المنتخب بتاع اللي لعب بطوله العرب والمنتخب وقلبناها منتخبين وقلبناها جهازين وقلبناها، الاستعداد ما كانش افضل حاجه. لكن كابتن حسام عمل حاجه كويسه، اشتغل تعب، الناس عملت، اللعيبه عملت اللي عليها، وصلنا المربع ده اقصى حاجه نوصل له، واحنا لازم نكون كلنا في ظهر الناس، اللعيبه الجهاز الفني عملوا اللي قدروا عليه. لكن في افضل، لكن احنا ما استعدناش عشان نوصل لنقطه ابعد من كده يا ابراهيم. صحيح. زيزو. يعني طبعا انا بحس دايما ان احنا ما بنعرفش نخسر. يعني ما بنعرفش نخلص الماتش خسرانين وروحنا، احنا لازم نمزع بعض. ودي ثقافه بقت عنيفه زياده عن اللزوم الفتره اللي فاتت دي، تخليك ما تعرفش تبني على اي حاجه. يعني بعد الماتش كلنا شفنا انتقادات عنيفه لحسام حسن اللي اشرنا بيه بعد ماتش كوت ديفوار، انتقادات عنيفه بمحمد صلاح، انتقادات عنيفه على الشناوي، انتقادات عنيفه في كل الاتجاهات في كل حاجه. فانا بس ببقى في المواقف اللي شبه كده ببقى حاسس ان احنا محتاجين نفس عميق علشان خاطر ما نخليش خسائرنا تكبر زي ما كابتن محمود كان بيتكلم يعني. وهي دي لايقه على الاثنين صح. فانا كان نفسي فعلا ان احنا نقف عند النقطه دي ونبتدي نشوف بقى هو احنا رايحين على فين في كاس العالم واحنا رايحين على فين بعد كاس العالم. عشان حاسس ان احنا بنخش في نفس المفرمه كل مره وبنخرج كلنا مش طايقين بعض. يعني الجمهور خسران الجهاز الفني خسران اللعيبه خسرانه الجمهور، فبقينا داخلين في دايره كده مخليانا في الاخر ما بقيناش قادرين نبني حاله لمنتخب مصر نحس ان احنا رايحين بيها لبعيد. فطبعا هي هتحتاج مننا ان احنا نتكلم بقى في كل العناصر اللي انا كنت بتكلم فيها دي. فيمكن على مدار الحلقه ان شاء الله ممكن نتكلم عن قصه هو احنا حسام حسن ده كويس ولا وحش؟ احنا كبرناها قوي معاه بعد ما كسب كوت ديفوار ولا احنا قللناها قوي معاه بعد ما خسر من السنغال؟ هو محمد صلاح ده اسطوره ولا مش نجم الشعب ومش نجم المنتخب؟ هو احنا محتاجين تغيير عميق في القايمه وفي التشكيل ولا لا؟ دي كلها حاجات دي اللي محتاجين نقعد نتكلم فيها. يعني احنا اتكلمنا عن التجربه البلجيكيه والتجربه والله ما هجيب سيرتهم. النهارده بقى اتمنى والله ما هجيب سيرتهم. النهارده بقى اتمنى نتكلم عن التجربه المصريه. مره من نفسنا بقى نغير الكلام ونتكلم شويه عن التجربه المصريه اخبارها